يا جماعة احنا عندنا ضغوطات في حياتنا ما بيتخرجاش غير الكورة. يا جماعة انتوا بقيتوا جزء من الضغوطات اللي موجودة علينا في مصر. فانت اصلا كلاعب مش مهم. يعني انت كلاعب واتحاد ورئيس وجهاز فني، انتوا مش مهمين. اللي مهم المصري اللي حدانا في دولة الكويت، واللي في دولة الامارات، واللي في دولة الاردن، واللي في كل البقاع العربية، يمشي رافع راسه، يمشي مبسوط، يمشي فرحان. بس العب العب حلو واخسر. انا مش عارف السولية طالع زعلان على ايه يعني. انت بعد ما بتروح وبتقعد تتفرج على الماتش عشان دي شغلانتك، بتبقى راضي عن نفسك عشان تبقى خارج زعلان، تبقى خارج متضايق. انت بتعمل ده. لما تعمل ده وتشوف اللي انت يا عم كنت لسان ما تخرجش بقى اتكلم. يا جماعة حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد مسؤول عن الرياضة في مصر ما بيراعيش ربنا، من أول لعيب الكورة لغاية المسؤول. وبعدين معاك منتخب مصر، ايا كانت درجتك بقى، منتخب تاني ولا منتخب أول ولا منتخب ناشئين ولا منتخب 17. يعني إيه الحل؟ ليه دايما احنا قاعدين على اعصابنا؟ ليه دايما قاعدين مخنوقين؟ ليه كله بيفكر في مصلحته؟ ليه محدش بيفكر في الجمهور؟ أه... قبل ماتش النهارده كل الناس اللي على السوشيال ميديا بتقولك الجمهور المصري خذلنا، وكنا متوقعين ان يبقى في جماهير اكتر من كده. ليه هنروح؟ ليه محدش سأل؟ يعني احنا هنروح ليه؟ هنروح بأمرتي ايه؟ هنروح عشان ايه؟ ماتش النهارده الشوط الاول، انا الماتش شغال وانا قاعد على الموبايل. يعني لغايه امتى مش حدش هيفكر فينا احنا كجمهور. بيراميدز ما بعتتش اللعيبه بتاعتها عشان خاطر هي محتاجاها. بيراميدز النهارده تعادل مع بتروجيت، عادية جدا. احنا بقى استفدنا ايه كمنتخب مصر، كجمهور مصر؟ احنا استفدنا ايه كجمهور مصر؟ يعني بصوا يا جماعة، مش مهم منتخب مصر، مش مهم الأندية اللي في مصر، مش مهم اللعيبة، ممكن الجمهور. يا جماعة احنا عندنا ضغوطات في حياتنا ما بيتخرجاش غير الكورة. يا جماعة انتوا بقيتوا جزء من الضغوطات اللي موجودة علينا في مصر. يعني يا جماعة انا النهاردة منتخب مصر في بطولة عربية. انت عارف في كام مصري في الامارات؟ طيب عارف في كام مصري في الكويت؟ عارف هو على الماتش ده هيفضل قد ايه ماشي في الدولة دي رافع راسه كده؟ انت ممكن ما كنتش متخيل الوضع، ممكن انت كلاعب مش حاسس بالقصة دي، بس احنا كجمهور حاسين بيها. يا جماعة ما عندناش حاجة تاني نراهن عليها غير منتخب مصر. احنا ما عندناش. والله ما عندي. عارف انا لو عندي والله هشوفه في البديل. انا ما عنديش انا ما عنديش انا ما عنديش حاجه تاني بتخليني وسط العرب تخليني اقول انا جامد غير منتخب مصر. ما هو انا ما عنديش فلوس تخليني اقول كده، ما عنديش رفاهيه الحياه، البيوت والشغل والعربيات اللي بتبقى موجوده مثلا في الخليج. انا ما عنديش كمصري. انا ما عنديش. انت مش فاهم ليه انا والله ما عنديش. بس انا عندي منتخب مصر. انا عندي ايه؟ منتخب مصر ده بيعمل ايه؟ بيشرفني انا كمصري، بيفرحني، بيبسطني. هو ده اللي عندي. فانت اصلا كلاعب مش مهم. يعني انت كلاعب واتحاد ورئيس وجهاز فني، انتوا مش مهمين. اللي مهم المصري
المصري اللي حدانا في دولة الكويت واللي في دولة الامارات واللي في دولة الاردن واللي في كل البقاع العربية يمشي رافع راسه، يمشي مبسوط، يمشي فرحان. بس العب حلو واخسر، روح على الجون 200 مرة واعمل اقصى حاجة واخسر، مش مشكلة، عادي. بس ماشيين فرحانين. ما احنا خسرنا من البرازيل بس كنا عاملين كده، كنا رافعين دي قوي. ما كسبنا ايطاليا 1-0 بالعافية وكنا عاملين كده، وخسرنا من امريكا اللي ما كانش لها عايزة وقتها وفضلنا عاملين كده، ما زعلناش. يا جماعة حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد مسؤول عن الرياضة في مصر ما بيراعيش ربنا، من اول لعيب الكورة لغاية المسؤول. لعيب الكورة ده اللي بفضلنا احنا كبتوع سوشيال ميديا او مشجعين بنصيطك. انا مش عارف السولية طالع زعلان على ايه يعني. انت بعد ما بتروح وبتقعد تتفرج على الماتش عشان دي شغلانتك، بتبقى راضي عن نفسك عشان تبقى خارج زعلان، تبقى خارج متضايق. انت بتعمل ده. لما تعمل ده وتشوف اللي انت يا عم كنت انسان ما تخرجش بقى اتكلم ولعبك وحش وطالع زعلان، ايه ده يا جماعه؟ دي بجاحه. انتوا ليه ما تفكروش ان في ناس دافعه فلوس ومسافره المعاليك؟ تفكرش ليه ان في ناس سايبه النهارده شغلها ودافعه تيكت من اجرها وراح تشجع معاليك؟ هي مش بتشجعك انت اصلا، هي بتشجع المنتخب. المنتخب